وأنا في سنة تانية جامعة كان معانا بنت محدش كان سايبها في حالها. أي صورة تنزلها، أي ضحكة، أي تعامل عادي يتحول لحكاية. الناس حكمت عليها أسرع ما هي عاشت. أنا ما كنتش صاحبها، بس كنت بشوف بعيني قد إيه الكلام بيكبر من غير دليل. في آخر سنة واحد صاحبي كان محترم جدا جه سألني عنها. قال لي إنه شايف فيها حاجة مختلفة وعايز يتقدم لها رسمي بعد التخرج. استغربت لأنه كان سامع زينا كل اللي بيتقال. وقتها كنت قدام اختبار صعب، أكرر الكلام ولا أقول الحقيقة اللي أعرفها إن كل ده ظنون. قلت له جملة واحدة بس: لو ناوي خير روح بنفسك وتأكد، ما تسمعش من حد. عدت سنتين وكل واحد اتشغل بحياته. أنا سافرت برا مصر أشتغل ونسيت الموضوع تقريبا، لحد ما في ليلة الساعة 12 وصلت لي رسالة منه: أنا متجوز بقالي 4 شهور وعايزك تكون أول حد يعرف الحقيقة. كلمته فيديو، كانت زوجته جنبه لابسه حجاب بسيط ووشها كله طمأنينة. قال لي إنها بعد ما اتخطبوا قررت تغير حاجات كتير في حياتها بإرادتها. بدأت تحفظ قرآن وتبعد عن أي حاجة ممكن تضايق ربنا، مش عشان حد ضغط عليها، لكن لأنها حست إن في حد صدق فيها. وبعدين قال لي جملة عمري ما هنساها: لو كنت سمعت كلام الناس كان زماني خسرت إنسانة عظيمة. قفلت المكالمة وأنا بفكر قد إيه كلمة ممكن تهد بيت أو تبني حياة كاملة. ومن يومها اتعلمت درس: الناس مش نسخ ثابتة، وفي قلوب بتتغير لما تلاقي حد يديها فرصة.